مساء الفل عليكم. حلقة من الحلقات المهمة اللي أنا بعتبرها من أهم الحلقات في سلسلة ال40 سنة. ليه؟ عشان خاطر زي ما بيقولوا كده الواحد بيسلف ريفلكت أو يبتدي يبص على عند نقطة ال40 نقطة فاصلة شوية، فبتدي تبص تشوف كده إيه آخر 10 15 سنة أو 20 سنة، إيه الإنجازات اللي أنت عملتها وإيه الحاجات الكويسة وإيه الحاجات الوحشة. فأنا النهاردة برضو هتكلم على قرارات اللي ممكن نقول عليها قرارات ما كانتش صائبة قوي. دايما القرارات انا في وجهة نظري في قرارات بتوديك في سكة وفي قرارات بتوديك في سكة تانية، فما فيش قوي صح وغلط، ولكن في حاجات كانت ممكن تتعمل احسن. يعني في الحلو وفي الاحسن، في اللي 5/10 وفي اللي 6/10 وفي اللي 8 و9/10 وفي طبعا اللي 10/10، وده كمان لله طبعا محدش بيوصل له. ولكن انا هتكلم على بعض الحاجات اللي انا لو رجع بيا الزمن ممكن اغيرها، ودي ممكن تبقى دروس مستفادة للشباب الصغير اللي لسه متخرج من الجامعة او اللي مش بقاله متخرج من الجامعة كتير، ممكن يستفيد منها. وفي الاول وفي الاخر دي حاجه تخصني انا، تجربتي انا الشخصيه، ما تخصش اي حد. فممكن في حاجات انا هقول عليها النهارده ممكن تبقى في ناس تفرق معاها وفي ناس اصلا ما تفرقش معاها، تقول لي ايه الحاجات اللي انت زعلان عليها دي اصلا مش حاجه، او غلطات على شخصيتي انا او على حياتي انا، فممكن تبقى تنجح مع ناس تانية وتفشل مع ناس تانية. فخلينا اخش في الموضوع على طول من غير ما اطول اكتر من كده. اول حاجه تخصص الجامعه. على الرغم من اني دخلت تخصص ما كانش على هوايا، ولكني اخدت فرصة من والدي ان انا اغير مساري الاكاديمي في الجامعة، ولكن انا اصريت ان انا اكمل في هندسة، وده خلاني اتخرج. بدل ما كنت هتخرج لو كنت دخلت اي كلية من الكليات مش العملية، الكليات اللي هي البيزنس او المانجمنت، كنت ممكن اتخرج في 4 سنين، اتخرجت في 6 سنين. 5 سنين الاساسيين بتوع هندسه وسنه سادسه اضافيه عشان انا كنت سقطت او كعبلت شويه في هندسه. فدي اول غلطه ممكن اكون بتكلم عليها، ان انا جات لي الفرصه ان انا اغير المسار، وخصوصا ان الوقت ده كان وقت زي ما بقول لكم هوجه المالتي ناشونالز، الشركات الكبيره بيعينوا ناس خريجين جامعات اجنبيه وهكذا. فكنت ممكن اوفر على نفسي السنتين دول اشتغلهم او ابتديهم شغل، وكنت ممكن اسافرهم بره. وكان الوقت ده برضو ساعة ما اتخرجت 2008 2009 كان ممكن يبقى وقت مناسب جدا للسفر بره مصر. ومن ضمن الحاجات اللي انا برضو زعلان عليها شوية ان انا خلال فترة الجامعة حاجتين كنت مفروض اركز عليهم برضو ما ركزتش عليهم بما فيه الكفاية. اول حاجة العلاقات. فكرة الدراسة زي ما انا قلت لكم قبل كده، سواء كان تعليم اساسي في المدرسة او في الجامعة، انا شايفه اكبر ميزة او اكبر قيمة مقابل الفلوس اللي انت بتاخدها، الفلوس اللي انت بتدفعها، هي العلاقات، هي شبكة العلاقات اللي انت بتعملها. انا كنت خريج جامعة المانية، الدفعات اللي انا اتخرجوا معايا، دفعتي اللي هي كانت اول دفعة في الجامعة او الدفعات اللاحقة، ما شاء الله عليهم في ناس كتيرة بقوا رجال اعمال وانتربرينورز وعملوا ستارت ابس كبيرة. انا في الاخر موظف. ده مش معناه ان الموظف حاجة وحشة، ولكن النهاردة لو انا عايز اعمل مشروع، لو كنت بنيت شوية علاقات اكبر شوية، كنت ممكن استفيد بشبكة العلاقات دي ان انا اعمل المشروع الخاص بيا، او كانت حتى ممكن تساعدني في الترقي في المجال بتاعي جوه مصر او خارج مصر. فلذلك تاني انا بأكد على موضوع العلاقات. حتى لو اتأخرت وما لحقتش مرحلة الجامعة، استفيد بعد الجامعة، ابني شبكة علاقات على قد ما تقدر. زي ما بقول لكم انا النهارده بعمل كده وامبارح بعمل كده، ولكن مش كفاية، كنت المفروض اعمل كده من بدري اكتر من وقت الجامعة. فدي مهمة. الحاجة التانية اللي انا كنت المفروض برضو ابتديها وقت الجامعة، مش بس كده، ممكن كان وقت المدرسة، بس دي في الاجيال الجديدة، الا وهي الانشطه الخارجيه. يعني ايه انشطه خارجيه؟ سواء كانت انشطه رياضيه او انشطه زي مثلا كورسات، مودلز. يعني ايه مودلز؟ يعني بتبقى انشطه كده بيسموها اكسترا كوريكولر. يعني ايه؟ يعني خارج المنهج، بتروح تعمل نشاط جوه الجامعه. من الانشطه الكتيره اللي بتبقى موجوده نشاط ليه علاقه بالاقتصاد، بيبقوا عاملين حاجات كتيره جوه الجامعات، انشطه ثقافيه وعلميه وانشطه خارج الاكاديميات. دي مهم جدا ان انت تشترك فيها، ودي ميزتها ان انت حتى لو خلصت جامعه بعد سنه او سنتين تقدر برضو تعملها. لو انت ما بتشتغلش تقدر تعملها وتشترك فيها. ودي موجوده في معظم الجامعات المصريه، طبعا جامعه القاهره وجامعه عين شمس، وموجوده طبعا في الجامعه الامريكيه، وموجوده طبعا في الجامعه البريطانيه، وموجوده في الجامعه الالمانيه، وموجوده في معظم الجامعات الخاصه. فدي مهم جدا. انا اشتركت في نشاط واحد بس اسمه MUN او موديل يونايتد نيشنز، وده كان في الجامعه الامريكيه. وده مفتوح يا جماعه لاي حد، مش لازم تكون انت طالب في هذه الجامعه عشان خاطر تشترك في الانشطه دي. في غيرها كتير زي ما بقول لكم، انشطه موجوده في كل الجامعات. فمهم جدا تشترك في الانشطه دي. ليه مهم تشترك في الانشطه دي؟
شبكه العلاقات بتتعلم فيها حاجات جديده خالص بره التعليم بتاعك الاكاديمي. وتالت حاجه بتقع في مشاكل وبتاخد خبرات برضو انت مش متعود عليها خارج نطاق الدراسه بتاعتك، وبتتعامل مع بقى ممكن موردين، مع في تحصيل، بتشتري حاجات، بتبيع حاجات، ممكن تروح لناس شركات عشان يعملوا لك سبونسر. كل دي حاجات حلوه بتبني شخصيتك، تديك خبره. وزي ما بقول لكم بره الاكاديميات والمجتمع المغلق بتاع الجامعه ونفس الكلام الرياضه. النهارده انا بشوف او بغير من صحابي اللي عندهم اصدقاء كتير جدا، يمكن يكونوا اكتر من اصدقاء الدراسه، من التمارين وخصوصا الرياضات الجماعيه، سواء بقى العب كوره، العب هاندبول، العب ووتر بولو. دول بشوف ناس بتتخرج بتتعين كده لمجرد ان هي بتنتمي الى هذه الفرقه، في شله، وبيساعدوا بعض. لما يكون مثلا 20 30 واحد، ده انا بتكلم في فرقه واحده، ما بالك بقى لو كذا فرقه في كذا فئه عمريه ورا بعض. مجرد ان انت بتنتمي هذه الرياضه في هذا النادي، شوف انت عملت شبكه علاقات فيها كام واحد، في كام واحد بيشتغل في شركات عالميه، في كام واحد بيشتغل في بنك، في كام واحد عنده ستارت اب او عنده الشركات الخاصه بتاعته، في كام واحد مش عارف بيعمل ايه. علاقات وفي زي ما بيقول روابط بوند، علاقات اخوه بتبقى قويه قوي في الفرق الرياضيه. فدي تاني انا باكد عليها مره واثنين وثلاثه، ودي ممكن تكون من اكتر الحاجات اللي انا بتغيظني انا دلوقتي شخصيا. عشان كده انا بركز مع اولادي ان انا بقى ما اقعش في الغلط ده، مع انه بيجي على حساب صحتي وسواقه كتير ومجهود كبير، ولكن مهم جدا لازم يبقى اولادك عندهم اصدقاء، او انت تبني شبكه اصدقاء وشله من الرياضه. طب سؤال، لو انت فوتت فتره الثانوي والاعدادي والجامعه في الرياضه تعمل ايه؟ ابتدي النهارده، ابتدي اي رياضه برضو ممكن تكون جماعيه، ابتدي جوجيتسو، ابتدي جودو، ابتدي بوكس، ابتدي كروس فيت، ابتدي هاي روكس. كميه الرياضات اللي موجوده لا تنتهي، وكل واحده من دول فيها جروبات تقدر تعمل فيهم شبكه اصدقاء وشبكه معارف واخوه، تخرج معاهم وتنزل معاهم، وفي نفس الوقت شبكه مفيده ان انتوا بتساعدوا بعض على حاجه مفيده زي الرياضه. حاجه من الحاجات اللي انا النهارده عشان بشتغل في شركه اجنبيه وبتوبريت او بتشتغل في دول زي شمال افريقيا وغرب افريقيا، حاجه من الحاجات اللي انا ندمان عليها ان انا ما اتعلمتش لغه تانية. في حالتي انا كان الاختيار ما بين الالماني والفرنساوي. في المدرسه انا والدي او والدتي اختاروا لي اللغه الالمانيه، ولكن انا للاسف ودخلت جامعه المانيه، ولكن في الاخر انا ما بعرفش اتكلم الماني. فدي من الحاجات اللي انا زعلان عليها ان انا ما استفدتش ان انا اتعلم لغه تانية. وهنا الاستفاده مش بس استفاده في الكارير او في الشغل، ولكن تعلمك لغه تانية بيديك زي ما تقول وجهة نظر او رؤية للحياة مختلفة. لو انت بتشوف الدنيا من وجهة نظر اللغة العربية، وعلى فكرة ده حقيقة يا جماعة، الكلام ده مش كلام انشا، انت بتبص للحياة من منظور زي النضارة. في نضارة اسمها الثقافة والخلفية العربية، في نضارة اسمها الخلفية الأجنبية اللي هي الأفلام والمسلسلات والأغاني وغيره، وفي نضارة زي ما بقول لكم النشأة بتاعتك اللي هي اللغة العربية والدين وغيره، دي العربية والإنجليزية. لو كان بقى في كمان ألمانية اللي برضو بتتعرض للأغاني والأفلام والثقافة الألمانية والأدب الألماني والتاريخ الألماني، بتخليك تشوف الدنيا من وجهة نظر تالتة. ولو في لغة رابعة هتبقى وجهة نظر أو رؤية للحياة رابعة، وهكذا. فاللغات يا جماعة مهمة جدا. أنا النهاردة زي ما بيقولوا أنا زي أغلبية العالم اللي بيعرف يتكلم لغته الأصلية ومعاها الإنجليزي. كنت أتمنى لو كنت أتقن لغة تانية زي الفرنساوي أو زي الألماني أو زي طبعا الأسباني، وانا شايف ان دول اهم بكتير من اللغات التانية بالترتيب كده، فرنساوي، اسباني، الماني. فموضوع اللغة موضوع مهم لو انت عندك الوقت. تالت حاجة كنت اتمنى لو كنت خدت كورسات بيزنس اكتر، او النهاردة بما ان انا مهتم بالاقتصاد، مهتم جدا ان انا اتعلم CFA، شهادة قيمة جدا. كنت محتاج ان انا ادرسها عشان انا بحب الارقام وبحب الاقتصاد وبحب الاستثمار وبحب الجانب ده. كنت اتمنى ان انا اعمل القصة دي من 7-8 سنين، بدل ما انا النهارده عندي خلاص 40 سنه مش قادر، ما عنديش الوقت وما عنديش الطاقه، وفي نفس الوقت برضو بقت تكلفتها عاليه شويه. فكل ما تبتدي في الحاجه بدري كل ما يكون احسن. لو انت النهارده لسه مخرج من الجامعه من تخصص مش عاجبك وانت بتحب حاجه تانية، روح خد النهارده شيء يؤهلك انك تشتغل الشغلانه دي. وارجع تاني لموضوع الهندسه. الموضوع الهندسه ده انا ما كانش مناسب بالنسبه لي، ممكن يكون مناسب بالنسبه لك انت. النهارده الهندسه من ناحيه التكنولوجيا او التك او البروجرامينج او الاي اي ده مهم جدا، كله بيعتمد على المهندسين.
فممكن لو انت النهارده حابب المجال ده تشتغل فيه، ولكن انا بقول لك انا تجربتي انا الشخصيه ان انا كملت في تخصص ما كانش عاجبني. دي اول خطوه. الخطوه الثانيه ان انا بعد ما اتخرجت ما عملتش حاجه تسرع لي التقدم بتاعي في المجال اللي انا بحبه، فدي برضو مهمه جدا. حاجه من النقاط اللي انا برضو ندمان عليها ان انا ما كنتش بشتغل شغل بجد، سواء كان في ثانوي او في جامعه. طبعا ثانوي صعب شويه عشان حجم المذاكره والدروس الخصوصيه، ولكن بالنسبه للنهارده لو انت مش مهتم بالدراسه قوي في ثانوي ومش فارق معاك المجموع هتخش جامعه خاصه او انت اصلا امريكان او اي جي، حاول انك تشتغل من بدري. لو مش مع اسرتك او حد من افراد اسرتك اللي هو عنده عمل خاص، دور على شغل. حتى لو الشغلانه دي شغلانه مهينه او شغلانه بتعتمد على مجهود بدني، ممكن تكون حرفه. انا برضو من الحاجات اللي انا كان نفسي ان انا اتعلمها نجاره، سباكه، كهرباء. الحاجات دي مهمه جدا. اختار حاجه من الحاجات دي عشان مهم جدا ان الراجل اللي هو الميل الذكر لازم يكون بيعرف يستعمل ايديه، بيصلح الحاجه بايديه. ما ينفعش تبقى انت راجل وما بتعرفش تستعمل ايدك في الحاجات البسيطه. ميكانيكه العربيه مهمه جدا، فدي حاجات لازم تبقى انت كراجل بشكل خاص يعني لازم تبقى عارفها. تعلمت الحاجات دي وانت بدري كل ما يكون افضل، عشان بتكتسب خبره فيها مع مرور الوقت، بدل ما تبتدي زي كده النهارده من وانت عندك 40 سنه في تراكم المعرفي في عالم السكيلز او المهارات الفنيه اليدويه. كل الحاجات دي نقدر نحطها تحت مظله الاستثمار في النفس، سواء كان وقت او فلوس او مجهود. فمهم جدا ان انت في بدايه حياتك ولغايه ما تموت تقعد تستثمر في نفسك وقت وفلوس ومجهود. ليه؟ هيجيب لك عوائد وهيكبر في شخصيتك وهينمي في شخصيتك. بس لما تبني الكلام ده من وانت صغير هتتعود عليك عادة ثابتة، وصدقني دي احسن من اي استثمار، احسن من الاستثمار في الذهب والبورصة وغيره. طيب بمناسبة بقى الاستثمار، واحدة من الاستثمارات اللي انا برضو بندم ان انا ما عملتهاش من بدري هي الاستثمار في الولادة للابناء خارج البلد، خصوصا في الدول اللي بتدي حق الجنسية بالولادة زي امريكا وزي كندا وزي غيرها. وفي دول النهاردة كتير انا ما كنتش اعرف عنها حاجة، خصوصا في امريكا اللاتينية بتدي الحق ده. هنا كلامي مش برضو مش لكل الناس، انا بدي نصايح من واقع حياتي انا. ممكن الكلام ده جزء منه يليق معاك وممكن الجزء ما يليقش معاك على حسب مستواك الاجتماعي وحالتك الشخصية، ولكن انا بحاول ان انا اشير معاك 15 20 سنه اللي فاتوا اللي مشي فيهم غلط عشان ممكن تستفيد. طيب حد هيقول لي ايه الاستفاده من الولاده بره؟ لا، الاستفاده كتير قوي، وهبقى اعمل لكم حلقه مفصله عن اهميه الولاده بره. والنهارده انا بشوف زملائي واصدقائي اللي خلفوا بره، لا في ميزه كبيره، سواء كان تأمين صحي، سواء كان تعليم بره ببلاش، سواء كان شغل بره في الدول دي. والشغل هناك ده مش حاجه سهله. النهارده القوانين بقت صارمه جدا، سواء كان في كندا، امريكا، استراليا، غيرها. لا صعب. زائد طبعا السفر، لو انت بتحب السفر كان هيسهل عليهم برضو كتير. بلس ان انت النهارده لما بيجي لك شغل في اي دوله من الدول، حتى في الميدل ايست الشرق الاوسط، ساعات كتيره لما بيشوفوا ان انت معاك جنسيه تانية بيزود، بتبقى المرتب او البنفيتس احسن شويه. فانت كنت انا المفروض اعمل كده لاولادي، ولكن انا حسبتها او استخسرت وحسبتها غلط. والنهارده صدقني الاستثمار في الجنسيه اهم من الاستثمار في العقار والاستثمار في الذهب والحاجات دي. الحاجات دي هتجيب لهم فلوس اكتر من الحاجات دي بكتير. اخر حاجه، ودي برضو مش هتبقى مناسبه مع كل الناس، ولكن انا بالنسبه لي انا شخصيا اكتشفت اهميتها متاخر شويه. السفر بره سواء كان للفسحه او للشغل، الاتنين مهمين جدا في اي وقت بقى في حياتك، في بدايه حياتك، في منتصف حياتك، في اواخر حياتك. مهم جدا انك تسافر سواء كان للشغل او للفسحه. الاتنين بيدوك خبرات في الحياه وفي التعامل مع الناس وتقبل افكار جديده، وحتى انسبريشن يعني بيجيب لك افكار جديده لشغل ومشاريع وحاجات في حياتك بتوسع لك المدارك بتاعتك بشكل انت لا تتخيله. الواحد كل ما بيطلع بره كل ما فكره بينفتح اكتر وبيتعرض لحاجات اكتر، بدل ما يبقى تفكيره منغلق او محدود على بعد واحد او على دايمنشن واحد زي ما بيقولوا. ومن ضمن الحاجات اللي كان نفسي اعملها وانا في الجامعه او اول ما اتخرجت من الجامعه، كنت ان انا برضو اسافر اشتغل، اعمل اللي هو الشغل اللي بيسموه النون بروفيت او الشغل اللي هو التطوعي. كان في برامج كتيره قوي ما زالت موجوده لغايه دلوقتي. ممكن تسافر اي دوله في العالم، هتقعد ببلاش وتاكل وتشرب ببلاش، ويدوك كمان ساعات بوكيت ماني، بس طبعا حاجات رمزيه، في سبيل مثلا انك تشتغل شغلانات تطوعيه
ودي موجوده بالهبل في كل بلاد العالم. في بلاد طبعا انت عمرك ما هتسمع عليها، بس اطلع خسران ايه؟ انت لسه شاب صغير ولسه ما فيش وراك اي مسؤوليات. خد لك سنه بعد الجامعه، اطلع اعمل لفه حلوه كده في افريقيا، في امريكا اللاتينيه، في اسيا، في روح لم عنب او اشتغل في مزارع اوروبا. خد خبره سنه زي ما بيسموها سباتيكل بعد التعليم ما بيخلص. مش هتخسر اي حاجه، مفيش وراك حاجه، انت مش في سباق. الوقت مهم، طبعا الوقت مهم، ولكن الخبره دي اهم بكتير. انت ممكن هتشوف حاجات وهيجيلك افكار وهتتفتح لك فرص ما كانتش مفتوحه قبل كده، غير لما تسافر وتجرب الشغل بره وتجرب الايه الاكسبيرينسز المختلفه دي. حاولت على قد ما اقدر الم لكم الغلطات او الحاجات اللي انا كان نفسي اعملها من وجهه نظري زي ما بقول لكم، فانا مش عايز حد يتضايق من الكلام اللي انا بقوله ده. بالنسبه لي انا كاحمد ممكن يبقى مش مناسب لكل الناس، ولكن اذا عجبتكم الافكار دي يا ريت تكتبوا لي في التعليقات ايه اللي عجبكم ايه اللي ما عجبكمش. ولو في حد عنده حاجات كان نفسه يعملها زي كده لو رجع بيه الزمن وحاسس ان هي مهم انها تتذكر، يا ريت برضه تكتب لي في الكومنتات. ولو عجبتكم الحلقه يا ريت تعملوا لايك وشير، ولو لسه مش مشتركين في القناه يا ريت تشتركوا في القناه. ومساء الفل عليكم.